يا صباح الورد والفل والياسمين، صباح الهنا والسعادة على عيون أحلى متابعين. النهاردة فيديو جديد كده. ادخلي برجلك اليمين يا قلب أختك لو لسه أول مرة بتشوفي قناتي. فأنا ريهام أحمد ودي قناتي. هيشرفني بقى اشتراكك كده، فاشتركي في القناة وفعلي زر الجرس من إشعارات الكل عشان كل ما انزل فيديو فيديو جديد، بوست جديد، لايف جديد على القناة يوصلكم إشعار بيه. ادخلوا تنوروني كده بأحلى لايك من أحلى أخوات في الدنيا. هستنى لايكاتكم وتعليقاتكم. اسفة بقى على صوتي اللي انا طالعه لكم بيه ده، والله العظيم لو تعرفوا انا فيا ايه. يعني الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، هو دور برد شديد قوي. حتى انا بعمنتج لكم غصب عني، لان الكلام مش عارفه يعني اطلعه سالك كده، حتى هتلاقوا صوتي باين. فدور برد شديد وقلب زي ما قلت لكم مع المنتدى، وقلب بنزله شعبيه حاده. فاللي خلاني ان انا امنتج الفيديو النهارده وانزله معاكم ان انا بقالي فتره كبيره ما نزلتش على القناه. انا اسفه والله العظيم، عارفه ان انا مقصره في حق القناه دي والقناه التانية. القناه التانية خلاص انا اهملتها اهمال تام، ما بنزلش عليها خالص. بس حاسه ان ديت يعني نوعا ما واقفه على رجلها شويه، فمش عاوزاها ان هي تهبط مني. فقلت النهارده قلت النهارده بقى امنتج. كنت يعني قاعده كده وبص لقيت الفيديو ده معايا على التليفون، فقلت امنتجه لكم كده وانزله معاكم، بحيث ان انا ايه ما بعدش عن القناه اكتر من كده. اهم حاجه محتاجه لايكات ومحتاجه تعليقات. الفيديو النهارده انا ما كنتش اساسا هنزله خالص خالص خالص. الفيديو ده هتشوفوا ليه، انا هقول لكم في الفيديو ليه. إيه بحيث ان انا كنت همسحه. انا حتى بتفرج عليه زيكم كده، اتضح لي ان انا اساسا ما نزلتوش قبل كده. فقلت ده انا مصوراه وناسياه. فكان ظاهر فيه القط بتاعي الله يرحمه، فما كنتش حابه ان انا انزله اساسا. فرجعت قلت مش مشكله ممكن ينزل. ويلا الحمد لله قدر الله ما شاء فعل وربنا يرحمه. اهم حاجه اسفه طبعا ان انا يعني ايه بتكلم وطالعه تعبانه. طب انت تعبانه اصبري على نفسك شويه. بس غصب عني والله العظيم انا حابه كده ان انا ابقى معاكم واحده واحده. يعني انا تعبانه مثلا اطلع معاكم عادي، ما اقطعش التصوير، ان انا ما اقطعش المونتاج. يعني حتى الفيديو ده مش متصور اساسا دلوقتي، ده متصور من قبل ما بينه يموت. لقيته مركون معايا وقلت امنتجه كده وانزله مش مشكله. فلايكات كتير للفيديو، ادخلي برجلك اليمين وتعالوا بقى نتكلم كده في حوار دور البرد الشديد اللي عندي ده وعند الناس كلها. يعني انا سمعت على النت مقلوب ان الدور ده مع كبير وصغير. كل اللي حصل ان انا ببص لقيت عندي يعني ايه. اول حاجة الدور بدأ معانا مع الولاد، يعني الولاد جم من المدرسة تعبانين. يا ماما جسمنا، يا ماما تكسير في جسمي، يا ماما يا ماما يا ماما سخونية، السخونية ما بتنزلش. فاديتهم بقى ايه اللي هو الادوية بقى بتاعت الكحة. ما رضيتش اديهم صراحة، ما رضيتش اديهم مضاد حيوي. ما كشفتش عليهم، لان لو كشفت عليهم كان هيديهم حقن مضاد حيوي. انا عارفة الدور ده لما بيجي معاهم لازم مضادات حيوية وكده. فانا قلت المضادات الحيوية في الشتاء بتضعف المناعة. فقلت لا انا هستنى ان هو الدور ياخد فترته معاهم ويضيع. فكل اللي انا عملته ان انا اخدتهم، واحمد الاول اللي جاله الدور وبعد كده رماس. فقلت علشان ما يناموش في نفس بعض. حتى انا يوميها انا فرشت في الصالة انا وهما، نمنا على الارض في الصالة. هتقولوا لي ليه؟ هقول لكم انا قلت ان انا انام في وسطهم، لان السرير الاوضه بتاعت الاطفال كنت عامله لهم فيها روتين. كنت غاسله لهم حتى البطانيه ومطلعه لهم الفرشه بتاعتهم كلها. لما لقيتهم تعبوا طلعتها لهم في الشمس فوق على السطح وسبتها في الشمس مش شمسة. ببص لقيتهم تعبوا اكتر، فقلت لا انا هبات معاهم بقى في الصالة هنا. فنمت بقى في وسطيهم. كانت ريماس الناحية واحمد الناحية وانا في النص. فاخدت بقى العدوى منهم. عاوزه اقول لكم ان هو دور انا مش عارفه ولادي كانوا مستحملينه ازاي. انا الحمد لله اخدته من هنا وهم خفوا من هنا. يعني الحمد لله ربنا شفاهم ان انا لقطت منهم ايه الدور.
الدور بيتنقل بطريقة فظيعة جدا. الدور اعراضه اول ما بيظهر تكسير في الجسم، صداع ما بينتهيش. آه، طبعا انا اهملت في نفسي. وكمان عندنا في البلد لما بنتعب بنروح نجيب تركيبة كده على بعضها او حقنتين على بعضهم بيتحطوا على بعضهم، اللي هي حقنة مسكن وحقنة ديكساميثازون اللي هي بتاعة الصدر، بتفتح الصدر يعني معانا كده في البرد و... يعني ايه، بتضيع اساسا اثار البرد كلها. فروحت جبتهم، اخدت النهارده ما عملتش نتيجة ولا اي حاجة، ولا بتسكن الوجع ولا اي حاجة معايا. فجبت واحدة تاني يوم وقمت واخداها، هما اتنين بيتحطوا على بعض. وتاني يوم اخدت برضو جرعة، فقفلت لي بقى صدري نهائي، قلبت بنزلة شعبية حادة. فروحت للدكتور بقى، كنت خلاص منتهية النزلة الشعبية دي، واخدة جزء من معدتي قافلاه معاها، مش اللي هو بقى ايه، نزلة معوية، لا هي نزلة شعبية، بس نازلة على معدتي، طبقة واقعة على نفسي كده، واخدة جزء من المعدة. لا عارفة ان انا كح، ولا عارفة ان انا اخد نفسي، ولا اي حاجة من دي خالص. فالدكتور قال لا، ده انت لازم تاخدي كورس علاج وكورس مضادات حيوية، وكمان هنعلق محاليل لان الضغط بايظ من قلة الاكل. كنت قبليها يعني واكلة حاجات بسيطة كده، قال لي ممكن يكون من الاكل وممكن يكون من الدور. طلع من الدور اساسا، هو اللي مهبطني خلاص. انا كنت بقع كده بتدمر، خلاص انا اتدمرت اليومين اللي فاتوا. فالمهم كتب لي بقى على كورس علاج كبير كده كبير. انتوا عارفين ان انا جايبه ب1000 وعلاج غير اللهم ذكرنا غير الكشف. فالموضوع صعب جدا. فانا قعدت اقول يعني ان اللي انا ما رضيتش اروح اكشف على الولاد، انا اللي كشفت بيه واضعاف بقى. فالحمد لله طبعا فضل ونعمه من عند ربنا، ان ربنا يعني ايه، عفى الولاد او شفاهم، وانا اللي خدته. هما الولاد لغايه دلوقتي لسه بيكحهم ولسه مبهدلين، بس انا لحد دلوقتي مش عايزه اتخذ اي اجراء مضاد حيوي، لان هما بيقولوا دلوقتي ان في فيروس اللي هو يعني نوع من متحور جديد من الكورونا. فما حدش يعرف، ما حدش صرح لحد دلوقتي ان هي كورونا او مش كورونا، لان انا لما رحت للدكتور قال لي نزلة شعبية حادة، فما جابش سيرة كورونا برضو خالص. فربنا يعافينا. خلوا بالكم طبعا، الولاد غصب عننا بننزلهم المدارس وبيجوا مبهدلين، فخلوا بالكم منهم. على الريق كده كوباية مية دافية، عليها عصرة ليمون، يعني معلقة عسل نحل، كل ده هيزود المناعة معاهم شوية. ربنا يعافينا ويعافيكم، اللهم امين، ويشفيني ويشفيكم ويشفي كل مريض. اهم حاجه لو وصلت لحد هنا، انا اسفه ان انا طالعه لكم والله العظيم بصوتي كده، بس انا حابه ان انا اطلع واعرفكم انا فيها ايه، ان انا غايبه ليه. حابه ان انا الموضوع يعني إيه، اشارككم حياتي كلها مش اكتر او اقل، بحيث ان القناه ما تقعش مني، بحيث ان انا ابقى معاكم متواجده على طول. فلو لو وصلت لحد هنا، يا ريت تحط لي اللايك، ويا ريت كده لو لسه مشتركتش في القناه نوري عيلتي البسيطه دي. بجد احنا يعني انتوا بتبقوا اخواتي اول ما بتشتركوا في القناة كده، من قبل ما تشتركوا والله العظيم، بس انا بتكلم ان لما بتشتركوا في القناة بتبقوا دايمين معايا، بنتفرج مع بعض، انا ببقى مصورة اساسا الفيديو وبتفرج زيكم. وشايفين زي ما انتوا شايفين كده فينو ظاهر معانا في الفيديو، ربنا يرحمه يا رب. عاوزه اقول لكم ان هو كان مالي عليا حياتي، مالي عليا دنيتي والله العظيم. يعني لو قلت لكم ان هو كان جزء من حياتي كبير جدا 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 مش هتصدقوني. زيه زي عيل من عيالي. انا لحد دلوقتي بقول يعني انا مصدومه ان هو راح فين، ان هو انا مش هشوفه تاني، كده حاجه صعبه. بصوا ما كان بيدوخني اليوم اللي انا كنت بعمل فيه روتين يا بنات، كان بيبقى فيه فرحه عارمه عنده، بيبقى فرحان جدا 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 جدا، مش فاهمه ليه. يعني انا على طول منضفه، على طول ايدي في الشقه، على طول بنضف. ف اليوم اللي ببقى بشيل فيه سجاد بقى وبعمل، بص انا كنت بزعق له هنا اساسا عشان كان بيهزلي الكاميرا. فربنا يرحمه يا رب، اللهم امين. كان مالي عليا حياتي.
وبجد اللي ما بيربيش حيوانات او ما بيحبش الحيوانات او ما بيحبش تربية اي حاجة، حد بجد ما حسش بحاجة كبيرة كده. يعني مش عارفة اقول لكم ايه والله العظيم. كده كنت نضفت بقى الصالة ومسحتها وشلت كل حاجة ومسحت تحتيها، بحيث ان الدنيا مبهدلش مني. لان انا دور ارضي، والدور الارضي طبعا دايما انا بقول لكم الكلمة دي وبكررها لكم، الدور الارضي عبارة عن تراب، عبارة عن رطوبة، عبارة عن حاجات كتير. فلو ما انا ما خدتش بالي من الشقة، عاوزة اقول لكم ان هي بتنهار، والله العظيم بتنهار. يعني انا بحاول ان انا الحق نفسي في اي وقت كده ان هي ما تتبهدلش مني. تراب على طول، تراب. الركنة دي نفسي ان انا اعمل لها تلبيسة. لان كل ما اجي اعمل روتين، ده انا مش كل ما اجي اعمل روتين، ده يومين وابص الاقي اساسا ان الركنة عليها كوم تراب. جه منين؟ انا لسه منضفاكي، لسه مسحاكي، ما تفهموش هو بيجي منين. بس الدور الارضي متعب جدا. كنت مسحت بقى الجزء هنا كمان، كنت شلت كل حاجة منه. كل حاجة اتمسحت، كل حاجة اتنضفت، وبقت يعني فل شمعة مزنهرة. حطيت اللايك ولا لسه يا قلب اختك؟ لو لسه ما حطيتهوش يا ريت تنزلي تحطيه بقى، وتدعيلي بقى ان ربنا يشفيني كده. لان عاوزة اقولك ان الصداع مع الكتمة بتاعة الصدر مع الزكام مع الحاجات الكتيرة ديت اللي انا حاسة بيها، فالموضوع صعب جدا. ربنا يعافيني ويعافيكم اللهم امين. واهم حاجه يبعد عنكم كل شر، يعني ما تدقوهوش يا رب. اللي ما شافش الدور ده او لسه ما جالوش لحد دلوقتي، يا رب ما تشوفوهوش. لا تشوفوه في جسمكم ولا في ضناكم ولا في اي حد، ما حدش يدوقه. دور صعب جدا 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 والله العظيم يا بنات. يعني مهما اقول لكم مش عارفه، انا اول مره احس الاحساس ده. يعني انا جالي برضو قبل كده اعراض كورونا، بس ما كانتش بالصعوبة دي. كانش النفس مفيش نفس اساسا راضي يدخل. في حاجة واقفة كده سد اساسا اي نفس يدخل، اي لقمة، اي مية، كل حاجة مسدودة. فالموضوع صعب جدا. والمشكلة ان يعني ايه ان هو بينتشر بسهولة، وكمان محدش يعني راضي ان هو يقول ان ما هو موجود. يعني عرفونا ده، طب ده ايه؟ طب ايه نازلة شعبية جت منين؟ الناس كلها مرة واحدة كده عندها الدور البرد ده، عندها التكسير في الجسم، عندها السخونية، عندها الصداع. حاجة غريبة جدا جدا. فربنا يعافيني ويعافيكم ويشفيني ويشفيكم اللهم امين. واسفة مرة تانية على صوتي، واسفة ان انا طالعه لكم بالصوت ده. بس انا قلت ايه، طالما بقى الفيديو جاهز ولسه مش هصور، لان مش قادرة اساسا ان انا اصور. كل حاجة جوزي هو اللي بيعملها لي. الاكل طبعا بنشتريه من بره بقالنا كام يوم. لان انا مش قادرة اقف اعمل كده. فما فيش تصوير نهائي بقالي فترة كبيرة. فما صدقت والله العظيم ان انا لقيت فيديو معاكم ان انا انزله كده وافضل مستمرة، علشان الناس حبايبي اللي بيدخلوا لي بقى، اللي بيعلقوا لي فينك يا ريهام. والناس والله العظيم، والله العظيم الناس اللي بيعلقوا لي برضو من القناة اللي هي الاولى، على عيني يعني، على عيني ان انا سايباكم والله. بس مش عارفة انا اعمل ايه يعني. لحد دلوقتي ما توصلتش لحل ان انا انزل عليها تاني ولا لا، انا افضل مستمرية عليها ولا لا. حاسة ان انا مجهودي بيروح على الارض يعني. لما بلاقي فيديو كده مش واخد حقه فبزعل جدا. كده كنت خلاص رتبت كل حاجة ومسحت كل حاجة والدنيا بقت فلة، وحتى مسحت السجاد زي ما شفتوا بنعطر بقى، ودي اللمسة الأخيرة في الروتين بتاعنا. وبكده يكون الفيديو بتاعنا انتهى. يا رب الفيديو يكون عجبكم كده واستفدتوا من حاجة ولا بسيطة. يا رب بقى كده تكونوا حطيتوا لي اللايك، هستنى لايكاتكم وتعليقاتكم. اهم حاجه عاوزه لايكات كتير 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 كتير. لو عايزين نستمر بقى في القناه كده اكتبوا لي، واكتبوا لي كده ان انتوا بتحبوني، واكتبوا لي ان انا انزل معاكم فيديوهات باستمرار. استنوني في فيديو جديد. دمتم في رعايه الله.